لو حصل حاجه مثلا يعني من الحاجات برضو الغلط ان هو مثلا ايه يقول لك يا عم ايه انا زهقت وهرجع، لا 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 خليك عندك، ده البلد هنا مش طايقاك، يعني هتيجي عليك انت وتقف يعني. فلما حد يتكلم معاك، يعني حد يكون بره ويكلم معاك في مصر ويقول لك انا راجع، ما تقولوش لا خليك عندك. اكيد هو لو يقدر يخليه عنده في المكان اللي هو فيه هيخليه عنده. ومش شرط تكون يعني ممكن تكون مشكلة عنده تخليه يرجع، وممكن تكون مشكلة عنده في مصر تخليه يرجع. يعني مثلا عنده مشكلة مثلا عائلية او شيء فتجبره ان هو يرجع، فما يجيش يتكلم معاك وانت تقول له لا 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 خليك عندك. ما هو برضه نفس الكلام، اصل انت يعني انت عايش في مصر ازاي؟ فهو هيرجع ويعيش زي ما انت عايش يعني. فدي من الحاجات الغلط اللي الناس يعني ايه ما تقولوش خليك عندك، ما تقولوش خليك عندك، خليك عندك دي بتبقى كارثة كبيرة جدا يعني. هو انت استوعبه، ما تقعدش تيجي عليه. بعد كده يمكن من الحاجات برضو اللي احنا بنشيرها بقى وهلا بالخميس وبتاع هنا في السعودية، يعني هلا بالخميس والخميس فلة وكده يعني. هلا بالخميس هلا 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 بالخميس ويكند يا عيال هلا بالخميس. مش دايما انت بتكون نفسيا، انت اصلا بتبقى قاعد مثلا في السكن او في البيت او كده، انت ممكن تكون مستني يوم الخميس، ويوم الخميس يجي ممكن ما تنزلش، ممكن تعملش حاجه يعني. ممكن ننزل نقعد على القهوه يوم الخميس وبتاع وكده بحيث ان انت ايه تفك شويه عن نفسك. بس ممكن يجي الخميس وما نعملش حاجه وافضل قاعد برضه، يعني افضل قاعد في الاوضه او في السكن اللي انا فيه وما اخرجش وما يحصلش حاجه. فدي برضه يعني من المعلومات الغلط اللي هي الخميس فله وبتاع، لا. والفله برضه هنا في السعوديه برضه ممكن تكون الموضوع شويه مقفول، لان انت لسه ممكن تقابل اماكن كتيره جدا يكون ممنوع فيها ان انت تخرج شباب، ممكن تخرج لوحدك يعني، او ممكن تكون يعني تيجي تدخل مكان فيقول لك ممنوع ليه، المكان ده مخصص للعوائل. طبعا هو في اماكن كتيره بتعرف تظبط المكانين، يعني بتعرف تظبط ان المكان يكون للعوائل وللشباب العزاب، لكن هو بيمنع في اماكن كتيره جدا تواجد الشباب عشان ما يحصلش مشاكل وكده يعني. فمش دايما الخميس فله يعني، دي من الحاجات اللي برضه اللي المعلومات الغلط يعني. بالنسبه لي انا بقى المعلومه دي من اكبر المعلومات الغلط، ان الغربه هتعلمك الطبيخ او تعلمك الطبخ. لا، لو انت بتحب الطبخ هتتعلمه، لو انت ما بتحبوش الغربه مش هتعلمك. انا بقى لي 4 سنين ما اعرفش اطبخ. خلاص يا فاشل يا فاشل، بلاش يا فندم الكلام ده. عمور هو اللي بيطبخ لنا ما بعرفش اطبخ، ولو اتعلمت برضه ما بعرفش يعني. ما الغربه مش هتعلمك الطبيخ. لو انت بتعرف تطبخ هتبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. لو انت ما بتعرفش تطبخ مش تعرف. لان انا مثلا من الناس اللي بتنرفز جدا من موضوع سنه ملح، سنه بهارات، مفيش سنه. قول لي احط قد ايه، معلقه، ربع معلقه، نص معلقه، مفيش حاجه اسمها سنه دي، انا ما اعرفش السنه دي، قول لي قد ايه. فلو انت بتعرف تطبخ او انت عندك الميول انك تتعلم هتتعلم، لو ما بتعرفش تطبخ ومش عايز تتعلم مش تتعلم، انسى يعني الموضوع ده. كده كام 28 29 بقى. من الحاجات برضو الغلط اللي احنا ممكن نكون بنعملها الطرفين بقى، اللي قاعد في مصر واللي هنا. موضوع مثلا بالنسبه للناس المتجوزين يعني، وانا بقى برضو فيها اكيد يعني، لما انا اكون بره واشتكي فاكيد مش بشتكي ان انا ارمي شكوتي على اللي هناك في مصر، خصوصا مراتك يعني. ونفس الكلام هي لما بتشتكي
اكيد انا عارف برضو ان هي مش بتشتكي عشان ترمي عليك، هو الطرفين بيفضفضوا مع بعض وخلاص. لكن ساعات في بعض الاوقات بتفهم الطرفين غلط، يعني انا بفهم اللي قدامي غلط واللي قدامي بيفهمني غلط. فدي من الحاجات اللي احنا بنقع فيها، ودي من الحاجات الغلط اللي ممكن انصح الناس وانصح نفسي بيها، ان هو لما زوجتك او عيالك او كده يشتكوا لك من هناك، هم اكيد مش بيحملوا عليك ان انت ايه ترجع، هي بس كلمتين بتفضفض بيهم يعني عشان الدنيا ايه تبقى بالنسبه لها سهله وكده. واكيد هو نفس الكلام برضو، هو لو قال لك انا زهقت من الغربه ومش عارف ايه وبتاع، فبرضو هو بيفضفض بكلمتين. فيمكن دي اكتر الحاجات اللي اللي معروفه عننا غلط، سواء احنا مغتربين او الناس في مصر بتظن ان هي الحاجات ديت بس. وان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم يعني، واستنونا في الحلقات الجايه برضو هنتكلم عن حاجات تانية.